السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الرهاب اجتماعي دمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ يا رب دايما تكون آمن وسالم زي ما بقول لك دايما. يعني نظرا لقلة الكادرات فاحنا في يعني بنطلع من اي مكان من اي حته، المهم ان احنا بس بنطلع طول ما الفيوز قليله فاحنا براحتنا نعمل اللي احنا عايزينه ومحدش شايف حاجه. المره اللي فاتت قلنا ان احنا هنشو ازاي انا ممكن احاول استفيد بالوقت اللي باقي من الاجازه ومش عارف ايه وكل القصص دي. انا المره اللي فاتت قلت 3 حاجات بنفس الحاجه تقريبا، ان انا عايز انام كويس واروح الجيم واهتم بصحتي. ال3 حاجات دول يعتبروا هم اصلا حاجه واحده، وانام كويس واهتم بصحتي واروح الجيم. يعني انا ما ركزتش وانا بتكلم قوي، انا كنت عايز الفتره دي اتعلم. انا كنت بحاول اتعلم دافينشي ريزولف اللي هو برنامج مونتاج لو انت مش عارفه، ونوشن برضه كنت بفكر اتعلمه. بس هو نوشن الفكره ان انت حتى انا سالت حد، نوشن فكرته ان انت لو انت حياتك فعلا محتاجه كل ده ومحتاجه التنظيم الكبير ده فانت تعلمه. حياتك بسيطه وهم كام حاجه اللي انت مركز فيهم وبتاع، مش لازم تتعلمه او ممكن تتعلمه عادي مش هيضر. بس الحد اللي حياته كلكعه كده هو بيبقى ده محتاج نوشن قوي يعني. بس عموما يعني ايه، انا قلت عادي مفيش مشكله ان انا اجرب عادي، ممكن اجرب ممكن لا ما اعرفش عادي. بس أنا بالنسبه لي دافينشي هو الاهم دلوقتي، وفي كتابين بقراهم كده برضو عايز اخلصهم، عايز مش بس اخلصهم كقراءة، انا عايز اخد منهم شويه حاجات برضو. المهم انا اليومين دول يعني مع اصحابي وبتاع بولع الدنيا وكده عشان ما بقاش كرنج كده كل حاجة. ف يعني بحاول كده هتبان ازاي كده متشقلب. طب وكده طب ما هي التخلف ده تمام. المهم ان انا اليومين دول اصلا ايه بحاول ادلع الدنيا كده، خلاص يعني الدراسة داخلة، فانا اليومين دول يعني مش بعمل فيهم حاجة قوي، انا مولع الدنيا بس كده مع اصحابي بس في حدود المعقولة. صديقي احنا بنحاول ان نكون كويسين، وان انا اعمل تو دو ليست خفيفة ظريفة، عامل بس الحاجات اللي هي ايه انا لازم اعملها، في زي ان انا 5 صلوات في جماعة بتاع مش عارف ايه، ورد القرآن ورد القراءة، شوية من الكورس بتاع دافنشي عشان انا كرويته فعايز ارجع له تاني. برضو عايز اي حاجة هصورها احاول امنتجها بسرعة كده واقصقصها واظبطها. زائد برضو ان احنا عملنا اوسك على الانستجرام وقلنا سألنا الناس ايه انسب حاجة او ايه اقدر حاجة او اقدر صفة انت محتاج تكتسبها في الزمان اللي احنا فيه ده. الصراحة في شوية حاجات جامدة قوي، فاحنا قلنا هناخد واحد بس نعمل له ديسكشن في الفيديو والباقي هندسكست يعني ايه في انستجرام. حاجة بسيطة برضو اقولها وواجب ان انا اوضحها بصراحة وهموت اوضحها. ايه الفكرة عامة من ان انت تعرض جزء من العبادة او تعرض مثلا صلاة الفجر او تعرض ان انت في التودو ليست بتاعتك او ان انت بتجورنال ان انت في الصلوات ال5 عايز تصليهم في جماعة وورد القرآن واذكار الصباح والمساء وكل الكلام ده. يا جماعة الفكرة من الموضوع ده حتى الناس اللي بتبريزنت الكونتنت او نفس التايب من الكونتنت ده بيبقى الشخص اللي قدامك عايز يرسخ في دماغك فكرة ان ايه حياتك ما ينفعش يخلو منها العبادة، ان انت عايز تكون شخص كويس. ده اكبر حاجة تخليك او تفهم او يجي في دماغك انك لازم حياتك ما ينفعش يخلو منها الحاجات دي. الحاجات دي يا جماعه احنا يوم ما حد يجي يرائي المفروض ده مش يعني دي مش الحاجه اللي تخلي الناس تقول رياء. ده انا ممكن او ممكن اي حد عامه يعرض لك عبادته او جزء معين من عبادته كده نحط عليه سبوت ونيجي نبص ويقوم حاطط الكاميرا ومثبت كده الستاند كده وهو بيقوم الليل والدموع نازله ومش عارف ايه. يا جماعة الفكرة مش في كده، الفكرة مش في كده. محدش بيرائي ان هو بيصلي ال5 صلوات، ده الطبيعي يا جماعة، ده الطبيعي. فكرة ان اللي قدامك نفسه يرسخ للناس او للناس اللي مش مترسخ عندها كده ان ده لازم يكون موجود في التودو ليست بتاعتك او لازم يكون موجود في حساباتك او لازم حاجة زي دي. دي حاجة مش غريبة، دي حاجة اي حد المفروض فينا يكون بيعملها. بس انا وضحت الموضوع ده مره، ان شاء الله مش هوضحه تاني خالص عشان اي حد نفسه بتقول له بص ده بيبين عيب وغلط وما تظنش في حد ظن سوء. واحنا بنحسب الناس اللي بتبين حاجه زي دي ان هي بتكون عايزه تسيب امباكت كويس للناس. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. والله عليك في كام نضيف عايز الإدارة. عمل كده بإيديه عايز الإدارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو جديد سبلايز ولا توب. محتاج عدة لمس كبيرة، هنوقف أنا وأنت. محتاج شنطة ضغط،
تشيل فيها الحاجة. محتاجة يا بنتي تشيلي ثقة أهلك معاك، دي أهم حاجة. محتاجة تليفون تاتش ما انتش تعرف تتكلم عليه. انا سمعت لك تقول لي؟ انت سمعت لي تصور. طب أنا حاضر. انا ما اديتكش البرميشن انك تصور. تقول لي؟ يا The next day. تمام انا كده جاهز اصور. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. السلام عليكم. يلا اخيرا وصلنا ان احنا هنتكلم عن الاسك اللي احنا قلنا هنتكلم عليه، وان احنا هناخد اسك واحد بس. مش اسك يعني، هو الحد اللي كتب يعني هو مش اسك بالمعنى الحرفي، بس هو على الانستجرام لما حد بيكتب لك حاجه في الاسك بنقول ان احنا هناخد اسك. يعني احنا كنا منزلينه قايلين شايف ايه الصفه الاقدر ان هي تكتسب في الزمن ده. في حاجات كتير كانت مكتوبه كانت مش هقول لك ان هي مش الاقدر ان هي تكتسب في الزمن ده، زي الصدق والرجوله واتباع الرسول، الاقتداء بيه يعني بجميع افعالك وي. الحاجات دي كلها لازم تبقى يعني تتبعها وتكتسبها في جميع الازمنه، ومش شرط الزمن ده، لا كل الازمنه. يعني هي مش في زمن كانت لازم تكتسب بنسبه كذا وفي زمن كانت لازم تكتسب بنسبه كذا، لا هي طول الوقت انت لازم تكتسب الحاجات دي بس. فانا قلت كده في الستوريز، ممكن تكون الناس ما فهمتش او ضايقت من كلامي، بس اعتقد يعني كانت مفهومه. المهم ان احنا خدنا حاجه واحده، خلينا نقول ان هي من وجهه نظري كانت الاقدر، كانت هي اقوى يعني مسج جت لنا. في يعني واحده اسمها لوجينا كتبت لنا المرونه مش بمعنى ان انا اتنازل عن مبادئي، بس اقدر اتعلم واتاقلم بسرعه واغير الطريقه لما الظروف تتغير، وده بقى متوقع. المرونه مبدئيا كده يعني ايه المرونه؟ يعني ان انا اتكيف. في مرونه جسديه ودي احنا ملناش دعوه بيها دلوقتي، احنا بنتكلم على ايه حاجه منتالي شويه. بص بقى خليني اقول لك خلاصه الموضوع، وان شاء الله يعني ايه ربنا يشرح لنا صدورنا كده ويوفقنا في الكلام ان احنا نقوله ونبقى مسددين. احنا قلنا ان احنا في حاجه من مرونه جسديه وقلنا مش هنتكلم عليها، وكمان في حاجه اسمها مرونه ان انا احاول اتكيف مع الظروف، وفي ان انا اتكيف او احاول ان انا اتعلم اكتر من حاجه ويبقى عندي مرونه في ده، وان انا اتعلم باكتر من اسلوب اكون مرن برضو في ده. ممكن حد يقول لي في انواع اكتر، وممكن حد يقول لي ان انت قلت نوعين ممكن يكون نوع واحد. ممكن، اكيد كلامي مش قرآن، طالما حاجة في مساحة ان كل واحد يتكلم فيها ممكن كلامي يطلع غلط، تتفق معايا في حاجة تختلف معايا في حاجة. ليه بقى هي اقدر صفة ان انت تتعلمها في الوقت اللي احنا فيه ده؟ لان ببساطة انت بقى عندك دلوقتي مليون الف حاجة تتعلمها بمليون طريقة وبتتحط في مليون ظرف. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي مثلا متعود ان انا اذاكر في وقت معين مثلا، او ان انا انام بعد العشاء واصحى الفجر، فبالتالي متعود ان انا اذاكر في الوقت اللي هو من الفجر للظهر ده. اتحطيت في ظرف وانا دلوقتي بقت عندي الجامعه مثلا الساعه 8 الصبح، فبقاش عندي سبيس بين الفجر والجامعه ان انا يعتبر اذاكر كتير، فبذاكر حاجه بسيطه، فاصبح ان انا محتاج احط كم مذاكرتي الكبير بعد الجامعه، او يعتبر بالليل اللي هو بعد العصر والجو ده، او مش بالليل يعني بعد ما ارجع للجامعه اللي هو بعد الظهر او بعد العصر ايا كان، تختلف من واحد لواحد. هل انا خلاص هقول الوقت اللي انا متعود اذاكر فيه ما بقاش متاح لي اذاكر فيه كميه كبيره، فبالتالي انزل مستوايا وما اذاكرش كويس؟ طبعا ده غلط. فبالتالي انا مضطر اكون مرن في تعاملي مع ظرف زي ده، وخد بقى على كده باقي الظروف. تاني حاجه دلوقتي مثلا انا لو متعود ان انا اذاكر بورقه وقلم، الكتابه الطريقه اللي هي دي وكتير مننا متعود عليها، بس دلوقتي عرفنا كلنا ان ده ما بقاش انسب حل،
وده بقى حل بياخد وقت ومجهود كبير. مش عايز اقول على الفاضي، هو كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، بس خلاص ده ما بقاش الحل الانسب في المذاكره. كنا متعودين على كده زمان وخلاص بقينا مقتنعين ان ده فعلا بياخد وقت كبير ومجهود كبير، ولما تخش كليه فيها كم كبير الموضوع ده مش هيوديك في داهيه، الموضوع ده هيوديك ورا الشمس يعني. غالبا مش دايما، في ناس دخلت كليه طب وعدت من كليه طب واوائل وكانوا بيذاكروا بره وقلم، مع اني ما اعرفهمش، بس اقول لك ممكن يكون في كده. فبالتالي انا لازم يبقى عندي مرونه في ان انا اشوف ايه الطريقه الانسب اللي انا اتعلم بيها او اعمل بيها اي حاجه انا بعملها، واحاول ان انا لو ما بعملهاش اتعلمها. طب انا متعود اعمل حاجه معينه، مش عايز اتحرك، مش عايز اغير اسلوبي، ده غلط. ده عكس بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ان انا دلوقتي محتاج لما اشوف حاجه جديده او لما اشوف اسلوب جديد اتعلم بيه، خلاص انا محتاج احاول اتعلمه واحده واحده واكون مرن في ان انا اتحرك من ده لده. جميل جميل. نيجي بقى لاخر حاجه وانا شايفها يمكن سبيسيفيك شويه بقى ناحيه الزمن اللي احنا فيه بقى بالتحديد يعني. دلوقتي بقى الشخص الادفانسد في الزمن اللي احنا فيه ده غالبا هو مش متعلم حاجه واحده، غالبا هو متعلم اكتر من حاجه، ويمكن حاجه واتنين وتلاته. مش بقول لك روح اتعلم مليون حاجه، بس بقول لك مش شرط ان انت تتعلم حاجه واحده. حتى بيقول لك في مثل كده، بس خلاص يعني الزمن ده فنده وانهاه: صاحب بالين كذاب، لا صاحب بالين صادق عادي. مش بقول لك ان انت تقعد تركز في مليون حاجه في نفس الوقت. دلوقتي ممكن اتعلم اكتر من حاجه. بشوف ان واحد دكتور وادفانسد في الجيم وممكن كمان يقدم كونتنت ويبقى شاطر فيه، واحد مثلا في كلية طب ويمكن يكون بيفهم في الكودينج والبروجرامينج حاجات كتير قوي ممكن ان احنا نتعلمها جنب الكلية او جنب الحاجة الاساسية بتاعتنا. فبالتالي انت لو حاولت تكتسب فكرة ان انت تبقى مرن في تعاملك مع ظروف حياتك ومع اساليب اللي انت تتعلم بيها ومع حتى ان انت تتعلم اكتر من حاجة، فبقول لك ان انت لما تكتسب حاجة زي دي اكيد الموضوع هيفرق كتير. ففعلا الصفة دي هي تعتبر الاقدر في الزمن ده من وجهة نظري. عادي ممكن حد يبقى عنده وجهة نظر اصح من وجهة نظري، محدش قال ان الكلام اللي انا بقوله ده 100% صح، بس ستيل هو رأي، ورأي مطروح عادي وناس كتير بتطرحه. حاجة جميلة انك تتعلمها او تحاول تكتسبها. بس يا صديقي ان شاء الله اكون فدتك، وبنشكر طبعا يعني لوجينا اللي كتبت لنا كده. يعني احسنتي، جزاك الله خير. بس يا صديقي يعني اشوفك في فيديو جاي، وحاول تستفيد بالوقت اللي باقي من اجازتك. ويعني بس كده خلاص يا صديقي، سلام.